السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو ضيق التنفس بعد الأكل. ممكن يكون مؤشر خطير، قد يؤدي إلى الوفاة، زي ما حصل في السيدة اللي هي كتبت على الفيس إنها حاسة ب إنها مش قادرة تتنفس، آه، وحاسة بإنها هتموت، وإن الأكل كابس على نفسها. هل ممكن ضيق التنفس بعد الأكل يؤدي إلى الوفاة زي ما حصل لهذه المعلمة؟ هنتكلم عن أسباب ضيق التنفس بعد تناول الأكل، ونصايح علشان نخفف ضيق النفس بعد تناول الفطار بتاع رمضان، ومخاطر أو مشاكل النوم بعد الأكل مباشرة، وإمتى يجب إن احنا نتوقف عن الأكل قبل النوم، وأفضل وضعية للنوم لتحسين الهضم، والمشكلة بتاعت الارتجاع المعدي المريئي، وكمشكلة اللي بعد تناول الطعام مباشرة بننام. بتحصل المشكلة ديت، بتبقى عرضها ايه والحل بتاعها ايه. وهنتكلم عن الأسباب العمومية لضيق النفس بعد الأكل. ممكن حاجات خاصة بالجهاز التنفسي، حاجات خاصة بالمعدة، حاجات خاصة بالقولون، حاجات خاصة بالقلب، حاجات خاصة بمؤشر مرض خطير. وفي النهاية بتكلم عن مشروب مفيد لضيق النفس. كل ده هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. نرجو في البدايه اللي ما عملش اشتراك في القناه رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل، وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على كل توصلكم كل اشعارات. نبتدي في الموضوع على طول. لما نزلت المعلمه او السيده في الفيس او في آه، وقالت انها مش قادره تتنفس، ومش قادره، وحاسه انها هتموت، والاكل كابس على نفسها. ديت نبهتنا لحاجه خطيره، اللي هي الشعور بضيق النفس بعد تناول الطعام. ممكن يكون ده مؤشر خطير لظهور لأن المعدة بتسبب أعراض مزعجة زي زي صعوبة التنفس، واللي بينتج عن صعوبة التنفس من انسداد للشرايين بتاع القلب، أو امتلاء المعدة بطريقة غير صحية نتيجة تناول كمية كبيرة من الأكل بسرعة. فبيعمل ضغط على المعدة ويسبب ضيقة النفس. ممكن تصل الحكاية دي للوفاة، ممكن في حالة وجود مشكلات صحية تانية غير مكتشفة، زي حاجات في القلب أو حاجات في الجهاز التنفسي. إذا يجب علينا عدم الإفراط في تناول الأكل أو الطعام، وتجنب السرعة في التهام الأكل. فلازم نتناول الوجبات بتاعتنا ببطء وبكميات معتدلة. كمان المفروض إن احنا نشرب كوباية مية مع عصير ليمون قبل ما نبدأ الوجبة الرئيسية بتاعتنا، وبعد كده بناخد طبق شوربة منوع، وبعدين ناكل الطبق الرئيسي بتاعنا زي اللي فيه بروتين، فراخ أو لحمة أو سمك أو بيض أو كده، وخضروات ونشويات. إذا إن احنا نلتزم بعادات صحية غذائية صحية، اللي هو الاعتدال في الأكل وتنظيم وجبة الفطار. طبعا احنا بنتكلم على الفطار بتاع شهر رمضان، في الشهر الفضيل اللي احنا فيه. وبننظم وجبة الفطار على مراحل. نبدأ الأول بشرب مية أو شرب عصير، زي ما احنا قلنا، زي الليمون، عصير ليمون خفيف، عصير طبيعي، وبعدين ناخد طبق الشوربة، وبعدين الوجبة الرئيسية. وما نملاش معدتنا بالكامل بعد الإفطار، وناكل واحنا بناكل بنمضغ كويس، ونتناول الأكل ببطء عشان نبطئ عملية أول عملية الهضم. ونلتزم بنظام غذائي متوازن، بالأكل بيبقى فيه بروتين ونشويات وخضروات، ونبعد عن الأطعمة الدسمة اللي هي المقلية، اللي بتؤدي لاضطرابات الهضم ومشاكل في التنفس. طيب، أسباب ضيق النفس بعد تناول الطعام. طبعا لما ناكل الأكل ده بيحتاج إلى أكسجين، وبيحتاج لما ناكل كمية كبيرة بقى بتتراكم على المعدة، ممكن تضغط على الحجاب الحاجز وعلى الرئة، بتضغط على الرئة، بتخلي الرئة أكثر صعوبة في العمل بتاعتها. فتناول طعام بكميات كبيرة ممكن يعمل لنا مشاكل صحية، زي مرض الانسداد الرئوي، أو ممكن يعمل الربو أو زيادة حجم الرئة.
فبيسيب مساحة أقل في الصدر، ويعمل مشاكل في التنفس، ويعمل شعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على تناول الأكل. إذا الأفضل لنا إن احنا نتناول الطعام بشكل جيد عشان نتجنب مشاكل ضيق النفس ومضاعفات الصحية. يبقى إذا في نصايح بعد تناول الفطار بتاع رمضان عشان نخفف ضيقة النفس اللي ممكن تحصل بعد تناول الأكل. أول حاجة إن احنا بننضف الرئة بتاعتنا قبل الفطار. إزاي يعني؟ أنا أكح كحة عميقة عشان أنظف المخاط اللي ده بيساهم في تقليل الشعور بضيقة النفس بعد الأكل أو تناول الأكل. كمان لازم قبل تناول الطعام يكون فيه راحة وما يكونش فيه إجهاد مزمن، ونوفر الطاقة ديت علشان نخفف الشعور بضيقة النفس بعد الفطار. كمان ناكل واحنا قاعدين مش واحنا مستلقيين أو نايمين، عشان تعطي مجال للرئة والحجاب الحاجز إنه يتوسع ويتنفس كويس. كمان لا نفرط في تناول الطعام عشان ما يضغطش على الحجاب الحاجز ويضغط على الرئة فيعمل ضيقة النفس ويعمل خلل في وظائف المعدة. ونقسم الوجبات بتاعتنا إلى وجبات صغيرة في أوقات متقاربة لمنع الإفراط في وجبة واحدة، وعشان نحس بالراحة وعدم ضيقة النفس. كمان نتجنب الأكلات اللي هي ممكن تعمل انتفاخات وغازات وشعور بعد الراحة وضيقة النفس، زي البصل الأصغر وزي المشروبات الغازية وزي بعض البقوليات اللي تعمل غازات وانتفاخات. كمان لازم نمضغ الأكل ببطء عشان تعزز الهضم وتقلل احتمالية الإصابة بالإمساك المزمن وعسر الهضم، وبتقلل الشعور بضيقة النفس. طبعا النوم بعد الأكل مباشرة بيعمل مخاطر، خصوصا الأشخاص اللي بيعانوا من فتق الحجاب الحاجز أو بيعانوا من سمنة زايدة أو بيعانوا من انقطاع التنفس أثناء النوم. فالنوم بعد الأكل مباشرة خطورته إيه؟ إنه ممكن يعمل عسر هضم وارتجاع الحمض، بيعمل ارتداد الحمض المعدي للمريء وللفم. كمان ممكن يعمل اضطرابات في النوم لو بتعاني من ارتداد الحمض وكلت وجبة تقيلة قبل ما تنام. فبتقل عملية التمثيل الغذائي واللي بتشتغل وبترفع حرارة جسمك وأكتر من المستوى الطبيعي. كمان ممكن يحصل زيادة في الوزن نتيجة السعرات الزايدة وبطء التمثيل الغذائي، بطء الأيض، فبيزيد الوزن بتاعك. طب امتى يجب ان احنا نتوقف عن الاكل قبل النوم؟ طبعا بتعتمد على الاكل، الحاجات اللي احنا بناكلها، الاطعمه والمشروبات اللي بتستغرق وقت مختلف للانتقال من المعده للامعاء. احنا عارفين ان السوائل الصافيه دي ما بتاخدش وقت زي الميه والعصير، بتمر بسرعه من المعده الى الامعاء بشكل سريع. والسوائل الكامله، المشروبات البروتينيه زي القهوة مع الكريمة مثلا بتاخد وقت أطول. والحاجات الأكل الصلب أو الجامدة اللي فيها نسبة دهون بتبقى بطيئة في الحركة وبطيئة في الهضم. طيب القاعدة إيه؟ إن إحنا ننتظر على الأقل نص ساعة بعد شرب السوائل، وننتظر ده بالنسبة للنوم بعد الأكل، وننتظر 2 ل3 ساعات بعد ما ناكل أكلات فيها مواد صلبة عشان نعطي الجهاز الهضمي بتاعنا وقت كافي علشان يستوعب الوجبة بتاعتنا ويقلل من احتمالات التعرض لعسر الهضم أو ارتجاع الحمض. أفضل وضعية لتحسين للنوم لتحسين الهضم أنني أحرص على أن أخذ وجبة منخفضة في الدهون وحجم الوجبة خفيف وبسيط، لأنها بتكون أقل عرضة لتمدد المعدة وأسهل في الهضم. ونحذر من الأطعمة اللي هي سهلة الهضم، نختار أطعمة سهلة الهضم زي البروتين الخالي من الدهون، زي الدجاج المشوي، زي السمك، زي الديك الرومي. وناكل الخضروات والفاكهة والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات، ونتجنب الأطعمة التقيلة أو الحارة أو الغنية بالدهون لأنها تسهم في ارتجاع الحمض وعسر الهضم وعدم الراحة. كمان نشرب مية ولكن مش بإفراط، لأن الإفراط في المية بيعمل ارتجاع وتجشؤ. والإفراط في المية طبعا المية بتبقى كتيرة فبتخلينا نتبول ونعمل
كمية بول وتتخلص من المية اللي احنا شربناها والمية المتخزنة في الجسم، فممكن يحصل بعد كده إحساس بالجفاف بعد كده. كمان التجشؤ والارتجاع والمشاكل بتاعتها. طبعا النوم بعد تناول الطعام مباشرة ارتباطه بارتجاع الحمض، أحماض المعدة المريء، لأن الحمض طبعا ما يتفرزش إلا بعد ما بناكل، فبيحصل عدم راحة ويحصل حرقة وحرقان، يعني حموضة، إحساس بالحموضة خصوصا مع الوجبات الدسمة اللي فيها دهون. فالمعدة بتحتاج وقت طويل علشان تهضم الأكل، ولما ننام على طول بتقل كفاءة عملية الهضم نفسها، ونحس بالشعور بالانتفاخ والكسل بعد الأكل ديت، ولما نيجي نقوم نحس بكسل أكتر. طبعا الصمام مش قادر ان هو يمنع تسرب الاحماض لفوق، فممكن استمرار الحكايه ديت بتعمل التهابات مزمنه في المريء على المدى البعيد، وتعمل صعوبه وضيق نفس وكحه، ونتيجه تاثير الحمض على انبوه التنفس وتمدد المريء، وبتعمل اعراض صعوبه التنفس او ضيق النفس. كمان ممكن الحمض ده يتسرب الممرات الهوائية نتيجة ارتخاء العضلة العاصرة، فممكن ده يعمل تورم وضيق في الممرات ديت وتحس بضيقة النفس. إلى جانب كمان إن الأكل الزيادة بيعمل ضغط على القلب، نتيجة إن تلاقي المعدة بيزيد ضغط الدم وبيزيد معدل ضربات القلب، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في القلب أو ارتفاع الضغط، فممكن يرتبط كمان بالسكتات الدماغية نتيجة تأثيره على الدورة الدموية ووظائف الجهاز العصبي. إذا الحل إيه؟ إن احنا نرفع السرير مع الحموضة والارتجاع، وإن احنا ما ننامش بعد الأكل مباشرة، على الأقل نقعد 3 ساعات، وكمان ما ناكلش حاجات فيها الحراقات وفيها كافيين، وإن احنا ننام على جنبنا الشمال، وعشان طبعا ممكن تعنتينا أعراض الارتجاع، الحموضة والبحة الصوت والالتهاب الزور وريحة الفم الكريهة والحمضية والشخير أثناء النوم وتوقف التنفس أثناء النوم. ممكن تعمل ارتفاع في ضغط العين وتوقف في النفس نتيجة ارتخاء العضلات. فطبعا نتجنب يعني نرفع نص جسمنا لفوق بان السرير، المكان اللي بنحط عليها دماغنا، نحطه فوق على خشبة متساوية، يعني عشان ترفع او تعمل زاوية 15 ل 20 درجة عشان ما يحصلش الارتجاع. طيب ممكن ضيق النفس بعد الأكل تكون مرتبطة بحالات تانية، ممكن تبقى مرتبطة بحالات تنفسية زي الربو، زي مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو ممكن تكون مرتبطة بمرض في الجهاز الهضمي زي فتق الحجاب الحاجز والارتجاع المريء، المعدة المريء اللي احنا قلنا عليه، أو ممكن تكون مرتبطة بأحد أعراض الحساسية الشديدة بتاع الطعام، الحساسية المفرطة، أو ممكن نتيجة الاستنشاق الرئوي للطعام عن طريق الخطأ. طيب إزاي أعرف إن ضيقة النفس ديت من المعدة؟ أنا بتحصل مشاكل بتاعتي، شعور بالألم في الصدر واختناق ودم مع البراز والحرقان والحموضة. ممكن تكون ضيقة التنفس مؤشر على مرض خطير يحتاج إلى عناية عاجلة، اللي احنا لو كان معاها ألم في الصدر مصاحب لضيقة النفس، أو شعور بالغثيان أو الإعياء، أو بدأ لون الشفتين بتاعتي تبدأ تبهت أو تبقى زرقاء، أو الضوافر بتاعتي تبقى لون أزرق، أو يحصل معاها اضطراب في اليقظة الذهنية، دي كلها مؤشرات إن ممكن يكون فيه نوبة قلبية أو انصمام رئوي. ممكن كمان سبب الهبوط بعد الأكل نتيجة انخفاض لضغط الدم، لأن عملية الهضم بتحتاج تدفق مزيد من الدم للأمعاء، فالدم اللي بيروح للمخ والأماكن التانية وبيتنخفض، فبيحصل انخفاض مؤقت في ضغط الدم. كمان لما يحصل لو كان مريض سكري بيحصل امتصاص سريع للجلوكوز والسكر من الدم، فبيسبب انخفاض ضغط الدم. ازاي اعرف ان ضيقة النفس بتاعتي من القولون؟ لما يكون مصاحبها انتفاخ
وده العرض بتاع تهيج القولون، وغازات وتقلصات وامساك، لان الغازات ديت بتكتم على حجاب الحاجز، بتسبب ضيقه النفس. ازاي اعرف ان ضيقه النفس بتاعتي من القلب؟ لما يبقى ضيقه النفس لما امارس اي نشاط بدني، او لما انام، أو عند محاوله النوم، او عند محاوله الاستيقاظ من النوم، بحس بسرعه النبض بتاعه القلب، او خفقان القلب، او الرفرفه بتاعه القلب. كمان لو في تورم في الساقين او الكاحلين او القدمين. طبعا لما ضيقة النفس من القولون بخففها ازاي؟ ان أنا بشرب ميه يخفف الاعراض بتاعتي، امشي بعد الاكل، اتنفس بعمق، نصفي ذهني، لان لو القلق مسبب مشكله في القولون بنتخلص منها، وناخد ادويه طارده للغازات زي القطره بتاعت السيميسيكون، او بناخد الفحم النشط، او ناخد انزيمات هضم. آخر حاجة هتكلم فيها اللي هو المشروب المفيد بتاعنا لضيقة النفس، اللي هو مشروب الزنجبيل. ممكن كمان مشروب الكركم مع الفلفل الأسود كشاي مع المية الدافية وقليل من العسل، مرة مرتين في اليوم على المعدة الممتلئة عشان تقلل من جهاد المعدة. الزنجبيل بيقلل احتقان الصدر والأنف، وفيه مكونات بتنشط إفراز أو بتثبط إفراز المخاط، ولها خصائص مضادة للالتهابات. فشاي الزنجبيل بيبقى كويس قوي لضيقة النفس. نرجو في النهاية كنت استفدتوا من الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل، وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغط على زر الجرس وضغط على كل توصلكم كل إشعاراتنا. واللي ما اشتركش في القناة رجاء يعمل اشتراك. تفاعلكم الحي ومع القناة بكتابة التعليقات، باللايكات، بالشير، هو اللي بيسر القناة. ونتمنى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.